فيلمنا بيبدأ مع ستيلا من لحظة ولادتها في المستشفى. ستيلا بتتولد وشكلها مختلف تماما عن أي بنت. شعرها كان مقسوم نصين، نص لونه أبيض ونص لونه أسود، وده خلى الناس يعاملوها بأسلوب مختلف. ستيلا بتكبر وبتبدأ تظهر ملامح شخصيتها القوية والمتمردة. بتبقى قاسية شوية في آرائها مع كل اللي حواليها، حتى مامتها كاترين بتحاول تسيطر على الموقف وتفهمها طبيعتها. بتقول لها إن جواها شخصيتين مكملين بعض في جسم واحد. الشخصية الأولى هي ستيلا ودي البنت اللطيفة، والشخصية التانية هي كارويلا ودي الشخصية الصعبة والقاسية. بيجي وقت دخولها المدرسة ومامتها بتوصيها تكون هادية، لكن ستيلا بتبقى دايما بتعمل مشاكل، ومع كل مشكلة بتعملها في المدرسة بتاخد مخالفة في دفترها. وفي المدرسة بتقابل صاحبتها الأولى والوحيدة وهي أنيتا. ستيلا بتلاقي كلب صغير في الشارع وبتقرر تربيه وتسميه بادي بيبقى رفيقها وصاحبها اللي مش بيفارقها في أي مكان. مشاكل ستيلا بتزيد لأنها ما بتقبلش أي حد يتنمر عليها. مدير المدرسة بيقرر في النهاية إنه يرفدها من المدرسة. مامتها بتلحق الموقف وبتقول للمدير إنها هي اللي هتنقل بنتها. بتقول له إن المدرسة مش مناسبة لقدرات بنتها العبقرية والمميزة. بتعمل كده عشان ما يتكتبش في ملف ستيلا إنها اترفضت. الأم بتسحب الملف وبتقرر تنقل حياتهم كلها لمدينة لندن. إحنا النهاردة هنحكي فيلم كارويلا. وبما انك لسه مكمل معانا القصه لغايه هنا، بفكرك تعمل لايك وتشترك في القناه لان ده بيساعد في انتشار الفيديو. وهم في طريقهم بيضطروا يقفوا قدام قصر هيلمان الكبير عشان كاترين كانت عايزه تطلب مساعده من صديق قديم. بتقف قدام القصر وبتطلب من ستيلا تفضل مستنيه في العربيه، وبتنبه عليها انها ما تتحركش من مكانها لحد ما ترجع لها تاني. كاترين بتدي ستيلا السلسله بتاعتها الغاليه قبل ما تنزل من العربيه. ستيلا ما بيكونش عندها صبر والفضول بياكلها عشان تستكشف القصر. بتنزل من العربية وبتقرر تدخل الحفلة اللي شغالة. بتستخبى في عربية التورتة وبتقدر تدخل وسط الناس من غير ما حد ياخد باله. الحفلة كانت عبارة عن عرض أزياء مبهر جدا. ستيلا بتنبهر بالفساتين والأزياء اللي بتشوفها لأول مرة في حياتها. الكلب بادي بيهرب من إيدها وكلاب الحراسة بيبدأوا يطاردوها. ستيلا بتجري بكل قوتها وكلاب البارونة الشرسة وراها. بتوصل الجنينة وبتشوف مامتها واقفة بتتكلم مع البارونة هي صاحبة القصر وواقفة مع كاترين في البلكونة اللي على الجبل. ستيلا بتجري ناحيتهم والكلاب بتسيب ستيلا وبتهجم على مامتها. الكلاب بتزقها وبتقع من فوق السور وبتموت. ستيلا بتبقى واقفة مصدومة وبتحس إنها السبب في موت مامتها. بتسمع البارونة وهي بتتهم مامتها إنها كانت بتبتزها وبتطلب منها فلوس وإن الكلاب هجمتها عشان كانوا بيدافعوا عنها. ستيلا بتهرب بسرعة من المكان قبل ما الكلاب ترجع تدور عليها. السلسلة بتاعت مامتها بتقع منها في الجنينة وهي بتجري. بتركب عربية نقل وبتهرب فيها لحد ما بتوصل لندن وبتروح تقعد جنب النافورة اللي كانت بتحلم تشوفها مع مامتها. بتنام مكانها وبتصحى تاني يوم بتلاقي طفلين حرامية قدامها. الطفلين هم جاسبر وهورس ومعاهم الكلب الصغير اللي اسمه وينك. البوليس بيبدأ يطاردهم وستيلا بتضطر تهرب معاهم عشان الشرطة ما تمسكهاش. بيدخلوا المخبأ السري بتاعهم وبيقدروا يهربوا من عيون الشرطة. ستيلا بتتعرف عليهم وبتبدأ حياتها الجديدة وسط العصابة. وأول حاجة عملتها إنها صبغت شعرها بالكامل عشان تخفي حقيقتها. بتقرر إنها تخفي شخصية كارويلا وتعيش بشخصية ستيلا. بيعدي 10 سنين كاملة والولاد بيكبروا وبقوا عصابة سرقة مشهورة بيسرقوا الناس بذكاء من غير ما حد ياخد باله. والكلب وينك بيبقى مدرب لمساعدتهم في تنفيذ عمليات السرقة. ستيلا بتبقى هي المسؤولة عن تصميم اللبس التنكري للعصابة. وبالرغم من نجاحها في السرقة إلا إنها كانت حاسة إن في حاجة ناقصة. دايما بتشوف إعلانات دار البارونة للأزياء في كل حتة في لندن. جاسبر بيقرر يفاجئها في عيد ميلادها وجاب لها طلب توظيف في محل ليبرتي. ستيلا بتطير من الفرحة وبتروح النافورة تحكي لمامتها. بتروح تستلم وظيفتها الجديدة وبتكتشف إنها عاملة نظافة. بتحاول تقترح أفكارها على المدير لكنه بيتجاهلها، وبسبب إلحاحها المدير بيعاقبها إنها تنظف المكتب كله بالليل. بتقعد لوحدها في المحل وبتطلع إزازة ويسكي من دولاب المدير. بتشرب وبتبدأ تتمشى في المحل لحد ما بتروح لمانيكان الواجهة. الفستان ما بيكونش عاجبها وبتقرر تعدله بلمستها الفنية الخاصة. بتنام مكانها وبتصحى تاني يوم على زحمة ناس قدام المحل. المدير بيطلبها في مكتبه والبارونة بتوصل للمحل فجأة. البارونة بتشوف الواجهة وبتسأل مين اللي عمل كده في المانيكان. المدير بيقول لها إن ستيلا هي اللي عملت كده بس هو رفضها خلاص. البارونة بتطلب من مساعدها يدي ستيلا كارت وإنها مستنياها في العنوان الموجود في الكارت الساعة 5. ستيلا بتروح في الميعاد وبتقابل البارونة بتطلب منها تصمم زي جديد عشان تشوف موهبتها. ستيلا بتبهر البارونة وبتبدأ تاخد مكانة كبيرة في دار الأزياء. بتتمشى في الشارع
بتشوف فستان عجبها في محل بسيط وصغير، بتدخل وبتقابل صاحب المحل اللي اسمه ارتي وبتقوله انهم هيبقوا صحاب. بترجع شغلها والبارونه بتاخدها القصر وبتشوف الخزنه بتاعتها، بتعرف مفتاح الخزنه مع مين وبتبدا تدرس نظام الامان بالكامل. البارونه بتقول لستيلا انها ممكن تبقى حاجه كبيره في المستقبل. ستيلا بتشوف السلسله بتاعت مامتها في رقبه البارونه بالصدفه، بتسالها عن السلسله والبارونه بتقول انها بتاعتها من زمان قوي، وان كان في خدامه سرقتها ورجعت تبتزها وماتت في الجبل بغبائها. وبيدخل المحامي بتاع البارونه وبيقول لها ان عندهم اجتماع مهم، وبتشوفها ستيلا وهي بتقلع السلسله من رقبتها وبتشيلها مع الحارس بتاعها. ستيلا بتفتكر ان الحارس ده هو اللي كان في القصر زمان. بتروح للنافوره وبتقابل جاسبر وهورس وبتحكي لهم اللي حصل. بتقرر انها لازم ترجع السلسله وتنتقم لموت مامتها كاترين، وبتحط خطه لسرقه السلسله من حفله اسمها حفله الابيض والاسود. بتدرس مواعيد نوم البارونه واماكن الكاميرات والحراس. الخطه ان كارويلا هي اللي تظهر في الحفله وتعمل مصدر الهاء. جاسبر بيدخل من المجاري وهورس بيدخل كعامل إبادة حشرات. كارويلا بتدخل الحفلة بلبس بيجذب كل الأنظار وبترمي عود كبريت على الفستان اللي بيولع وبيظهر تحته أجمل فستان في الحفلة كلها. البارونة بتؤمر الحراس يطردوا كارويلا بره بيتها فورا. كارويلا بتقدر تسرق مفتاح الخزنة وبترميه لهورس اللي واقف في الدور التاني. هورس بيفتح الخزنة بس ما بيلاقيش السلسلة موجودة وبيتقبض عليه لأن جاسبر بيفشل في تعطيل الكاميرات. والبارونة بتطلب تقعد مع كارويلا. جاسبر بيتنكر في جرسون وبيحط فرين في الأكل عشان يعمل فوضى. الفيران بتنتشر في القاعة وهورس بيقع من الدور التاني على التورتة بعد ما كان قدر يهرب من الحراس، وبتنكسر الاسطوانة وبتطلع غاز. الغاز بينتشر في الحفلة وكارويلا بتسحب السلسلة من رقبة البارونة وبترميها لكلبها بادي اللي مستخبي تحت الترابيزة. البارونة بتاخد بالها وبتطلع الصفارة وبتصفر للكلاب بتاعتها. ستيلا بتفتكر ان الصفارة دي هي اللي موتت مامتها زمان وبتتأكد ان البارونة هي اللي قتلت مامتها ودمرت حياتها. بتهرب من الحفلة والسلسلة بتضيع لان كلب من كلاب البارونة غلط وبلعها. بتقرر كارويلا انها لازم تدمر البارونة وتنتقم لمامتها. بتشوف صورتها في الجورنال وبتلاقي ان اللي منزل الخبر صاحبة الطفولة انيتا. بتطلب من جاسبر وهورس يخطفوا كلاب البارونة الثلاثة لان واحد منهم بلع السلسلة. بتقابل انيتا وبتقول لها انها ناوية تعمل ثورة في عالم الازياء والموضة وعايزاها تغطي كل اخبارها. جاسبر وهورس بيخطفوا الكلاب وبياخدوهم للمخبأ السري بتاعهم. كارويلا بتجيب ارتي عشان يساعدها في تنفيذ الخطة. طريقة كارويلا بتتغير مع صحابها وبتبدأ تعاملهم كأنهم شغالين عندها، وبتقول لهم ان شخصية ستيلا الساذجة انتهت وان كارويلا هي اللي هتاخد القيادة. بتبدأ تطارد البارونة في كل حفلة وبتبوظ عليها كل العروض بتاعتها. بتظهر في مرة فوق عربية البارونة وبتخطف كل الأضواء وبتبقى هي حديث الصحافة. كارويلا بتصمم فستان لستيلا عشان البارونة تختاره في العرض. هورس بيوصل قطع الزخرفة للبارونة وهي مبهورة بالتصميم الجديد. كارويلا بتحط يرقات حشرات حية في الفستان من غير ما حد ياخد باله. بيجي وقت العرض الكبير والفساتين كلها بتكون في الخزنة. البارونة بتؤمر بحبس ستيلا لأنها شاكة إنها هي نفسها كارويلا، ولكن ستيلا ما بتجيش الحفلة أصلا. الحراس ما بيعرفوش يفتحوا الخزنة بسبب عطل كهرباء كارويلا هي اللي كانت عاملاه، وبيضطروا يفتحوا باب الخزنة بأي شكل. وأول ما بيفتحوا الباب الحشرات بتطير وبتبوظ كل فساتين البارونة. الضيوف بيهربوا وبيروحوا حفلة كارويلا اللي معمولة عند النافورة. البارونة بتعرف مكان المستودع وبتروح هناك وبتحرق المكان كله. بتربط كارويلا في الكرسي وبتولع النار عشان تخلص منها. جون مساعد البارونة بينقذ كارويلا من وسط النار وبياخدها لبيته. بيديها السلسلة وبيقول لها إن فيها مفتاح. بيفتح صندوق صغير. كارويلا بتفتح الصندوق وبتلاقي شهادة ميلادها الحقيقية. بتعرف إنها بنت البارونة وإن البارونة أمرت بقتلها أول ما اتولدت، وإن جون ما قدرش يقتلها واداها للخدامة كاترين اللي ربتها. كارويلا بتروح النافورة وبتحكي لمامتها كاترين إنها عرفت الحقيقة وبتوعدها إنها هتجيب حقها. بتقرر تنقذ صحابها من السجن وبتحط خطة نهائية للقضاء على البارونة. بتروح القسم بعربية قمامة وبتقتحم القسم بالعربية وبينزل الكلب ومعاه مفتاح لباب الزنزانة بتاعتهم وبيقدروا يهربوا وبيروحوا يجهزوا الخطة للحفلة الأخيرة. بيوزعوا لبس وشعر كارويلا على كل الضيوف وبيطلبوا منهم يلبسوه في الحفلة عشان الحراس يتوهوا. وبيجي ميعاد الحفلة والبارونة بتاخد الصفارة بتاعت الكلاب وبيوصل للضيوف اللي بيكونوا كلهم شبه كارويلا. وجون بيحبس الحراس في المكتبة وبتقدر كارويلا تيجي من ورا البارونة وتسحب صفارة الكلاب منها، وبعدها بتغير لبسها وبتتحول من كارويلا لستيلا وبتقف في نفس المكان اللي وقعت منه كاترين مامتها وبتصفر بالصفارة. والكلاب بتيجي وهم ساحبين البارونة وراها. والكلاب بتسمع كلام ستيلا وبتقول للبارونة إنها عرفت الحقيقة وإنها هي الوريثة الشرعية لكل حاجة. البارونة بتمثل إنها بتحضن بنتها وبتزقها بدم بارد من فوق السور. كل الضيوف بيكونوا واقفين وبيشوفوا الجريمة، والشرطة بتقبض على البارونة وبترحلها للسجن. ستيلا مش بتموت لأن فستانها كان فيه باراشوت سري. وبتظهر كارويلا وبتقول إن ستيلا ماتت وبتمضي أوراق استلام الورث وبتستولى على القصر وكل ممتلكات البارونة. ودي كانت نهاية ستيلا.
ستيلا وبداية أسطورة كارويلا الحقيقية في لندن، وبينتهي الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ولو وصلت لنهاية الفيديو سيب لي كومنت فيه قلب أحمر. أهم حاجة اللايك يا جماعة علشان ده بيساعد في انتشار الفيديو. أشوفكم مع ملخص جديد. سلام.